الله. كثر السؤال هذه الأيام عما يسمى بالقروض السندية التي وضعتها الحكومة، والهدف منها أن الشعب يسلف للحكومة. كثر السؤال يجوز أو لا يجوز؟ باش نوضحوا المسألة لابد أن نعلم هذا المال اللي يسلفه المواطن للحكومة مقابل فائدة ولا لوجه الله باش يسلك بلاده، راه واقف مع بلاده. الحكومة تقول بلي هذا قرض سندي مقابل فائدة 5%، هكذا قال وزير المالية وهكذا مكتوب في السندات، قرض سندي مقابل 5%. والربا هو كل قرض جر فائدة، كل قرض جر فائدة ولو دوره نسلف لك مليون ترد لي مليون ودوره، فهو ربا المحرم الملعون فاعله. ولذلك لابد على الحكومة أن تعلم أنه كان يجب عليها قبل أن تقر هذا القرض السندي أن تسأل العلماء، أن تسأل أهل العلم. هما يروحوا يديروها ومن بعد يقول لك نروحوا نسألوا السنة مجلس الإفتاء وقيل حرام. كيف ديروها من بعد تسقسيو؟ كاين اللي يشرب قرعة شرب ومن بعد يروح نسقسي وإلا الخمر حلال ولا لا. كاين اللي يزني ومن بعد يقول لك نروح نسقسي هذيك الزينة حرام ولا لا. كاين اللي يسرق ومن بعد يشوف إمام يعني سرق حلال ولا لا. يا سبحان الله. ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. وزير المالية قال لنا باللي الجزائر راهي في خطر اقتصادي، ما لا نسحقوا الشعب يسلف للدولة. إذا الجزائر راهي صح في خطر ما نسلفولهاش، الجزائر نمدوا لها. شوفوا نهار استقلت الجزائر وبن بلة عيط قال باللي راه ما عندناش دراهم باش نبنيو الجزائر. يا اخي الناس هبة رجل واحد اللي يمد الدراهم، اللي يمد الأراضي، النساء يمدوا في الذهب، في المناقش، في السلاسل، يعني عمروا الخزينة بالأموال. إذا الجزائر صح راهي في خطر نعطيو لها واش عندنا، لأن الجزائر هي اللي عندها فضل علينا، ماشي احنا اللي عندنا فضل على الجزائر. ولكن قولوا لي بالله عليكم، لما تروحوا ديروا القرض السندي وتقولوا للشعب راي الجزائر في طريق الإفلاس وراح تكون أزمة اقتصادية سلفوا لنا دراهم، وفي نفس اليوم تجيبوا ماجدة رومي وتخلصوها 300 ألف دولار، يجيبوا مغنية ماجدة رومي ويستقبلها وفد وزاري بأكمله كأنهم حين يستقبلوا أعلم علماء الأرض في تفسير القرآن أو أعلم علماء الأرض في الحديث، كأنهم حين يستقبلوا الإمام مالك بن أنس. يجيبوا فنانة يخلصوها 300 ألف دولار وما قالوا لنا اخرين شحال خلصوهم، هذه وحده برك 300 ألف دولار لفنانة. ومنا رانا مسحقين دراهم سلفونا 5%. حرام في حرام في حرام. راكو سمعتوا باش ما تقولوش ما كناش على بالنا، باش واحد ما يقول ما سمعناش. النساء لم يسمعوني قولي لراجلك ما يروحش يدير هذا السند لأنه حرام، والجزائر ما نبنوهاش بالحرام. سلفونا دراهم باش نخلصوا ماجدة رومي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبسط حاجة كان لازم تديرها هذه الحكومة، يورونا ما هي المشاريع اللي رايحين يديروها بالدراهم المسلفين، ورونا وين على بالنا وإلى دراهم الناس راح تروح في المحرمات. لا يجوز هذا ربا. ديروا قرض بلا ربا، القرض الحسن. دخلوا الشعب مستثمر معاكم في المشاريع، هذا يجوز. أما الربا حرام. ما كفاش البنوك في الربا، زيد يا شعب أرواح نغرقوك في الربا. غير كيما كنا نحلوا فيه ربي باش يعطينا الشتاء، غير كيما يا شعب روح صلي الاستسقاء. الجزائر كانت راح تدخل دولة جافة وربي استجب لنا، كشمو من صلى واستجب لنا ربي، وتعمروا السدود وصب الثلج والشتاء وناض الكلع والفلاحة والغنم يتاكل والبقرة يتاكل والعبادة يتاكل في الخير تاع ربي. عاود ما نشكروا ربي لا نروحوا نديروا ربا باش نجيبوا السخط تاع ربي. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال صلى الله عليه وسلم
والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. القروض السندية حرام. وهذا الإمام أنا سمعته واحد الإمام يقول لهم باللي حلال لأن الجزائر في خطر. شكون قال لك الجزائر في خطر؟ وين جبتها؟ شكون قال لك؟ والجزائر كي تكون في خطر نسلكوها بالحرام. الجزائر كي تكون في خطر نسلكوها بالحرام، وحنا عندنا الحلال. اتق الله يا أخي، اتق الله. الصلاة وراءك باطلة، الصلاة وراءك باطلة، لأن علماءنا المالكية اشترطوا في الإمام أن لا يكون فاسقا، واللي يفتي باللي ربا حلال هذا فاسق لا تصح الصلاة وراءه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حابين يبنيوا الجزائر بالحرام، جابوا فرنسا استهزوا بينا وضحكوا علينا، شركات على المايونيز، بالمايونيز يبنيوا الجزائر. حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا معايا حسبنا الله ونعم الوكيل. سائلة